هيرونيف. نطق النهارده هو نطق اليه. يه. طبعا احنا خدنا، لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت، خدنا نطق الهمزه واللي هي كانت بتعبر عن الريشه. نطق اليه بقى هي عباره عن 2 من الريشه دي، سواء هيبقوا باصين الناحيه دي او هيبقوا باصين الناحيه دي. بالطريقه دي كان المصري القديم بيكتبهم، وكان بيكتبهم برضو بالطريقه دي، عن طريق اللي هو بيعمل مجرد خطين مايلين كده او مايلين كده، كان بيعبر عن اليه. طبعا النطق ده كان الترانسليتريشن بتاعه هو حرف الواي، وبيشبه في اللغه العربيه بنطق حرف الياء. طيب في طريقه كتابه فيلو او خط فيلو هنكتب الحرف ده ازاي؟ ممكن نكتبه بالطريقه دي اللي هي نحط رشتين جنب بعض، بس عشان خاطر نميزه ونفرقه ما بينه وما بين الهمزه، فاحنا يفضل اللي احنا مجرد نعمل خطين كده جنب بعض بس لو احنا عايزين نكتبه بريشتين عادي جدا اهو. ادي الريشه زي ما اتعلمناها من المره اللي فاتت، وادي الريشه التانيه اهي. ماشي اهو، ادي الريشه اهي، وادي الريشه التانيه اهي. لو عايزين خط ارفع من كده اهو، ادي الريشتين اهو، ادي الريشه وادي الريشه التانيه. طبعا عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لنا فيفضل ان احنا مجرد نعمل خطين كده. طبعا لو عايزين خط ارفع اهو، ادي الريشه اهي، وادي الريشه التانيه اهي. ويفضل ان احنا نعمل خطين كده. مثلا لو احنا عايزين نكون كلمه بالرمز ده، مثلا ممكن نكتب كلمه يريد مثلا. ادي كلمه يريد، ادي نطق الياء ثم نطق الر، وبعد كده نطق الياء التانية، وبعد كده نطق الدال. بس دي مثلا كلمة يريد. بس دي كانت حلقة النهاردة. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ياو ماكي امحط.